السلام عليكم. الاسعار: الشكاره الصفراء 350، الحمراء 290، الدكر شغال تمام 450، الام جاهزه على الشغل ان شاء الله 450. بتحجز ده يوم الاحد، وعندك يوم الجمعه. يوم الجمعه ده السوق بتجي لنا هنا. طب انت مش عايز تيجي؟ عندك خط متغمر، بنها الحر، الجيزه، ده انت العربيه بتجي لك. كل حد بتحجز على الرقم 010 6461 9771 ان شاء الله. طيب النقل احنا بنقول 200 جنيه. طب في ناس ما بيبقاش عايز شكارتين، عايز حاجه يدفع 200 جنيه على الشكارتين او ارنبه وكده، يبقى الشكاره عليها 25 جنيه، الارنبه عليها 50 جنيه. لو اكتر من 200 جنيه هتدفع ال 200 جنيه. يعني انت واخد حاجات اكتر، 20 شكاره مثلا، 20 ارنب مش عارف ايه، هتدفع ال 200 برضه، بس على الدائري من فوق. وتساعد الباشمهندس عمرو شويه عشان ايه؟ بيبقى في غيرك. خش استمتع بالفيديو. جزاكم الله خير والسلام عليكم. زي ما انت هتيجي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم ارانب الخير. دايما بتدونا الامل، بحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. ابطال اليوتيوب، ابطال التليجرام، ابطال البث المباشر. لو عجبك الفيديوهات مشترك في القناة، لو عجبك الفيديو برضو اعمل لايك، جزاكم الله خير. متشكر لكل المشتركين، متشكر لكل الناس اللي بتعمل لايك، متشكر لكل الناس اللي بتدعم القناة. والله لولا الله ثم انتم ما كانش في حاجه اسمها ارانب الخير، واحنا قلنا الكلام ده كتير، وده واقع عايشينه يعني. فاحنا النهارده نقله الحد يا جماعه. انتوا عارفين نظام شغلنا يوم الحد ان شاء الله. العربيه محمله على فيان للناس، اللي عايز 5 شكاير، اللي عايز 10 شكاير، اللي عايز. انت فاهمني ازاي؟ ليه؟ لان اللي شغال معاك هكلمك في موضوع مهم جدا، ركز معايا. وانا بطلب منك دايما ما تسيبش الفيديو. دايما انا بتجيلي الافكار وانا شغال، وبقول لك دايما لما تاخد معلومه ما تتفرجش على الفيديو على الفاضي، لان انت هتنسى المعلومه، هتنساها. فانا بقول لك دايما خلي، لو انت عايز تبتدي المشروع وتشتغل، ايد في ورقه اللي انت بتستفاد منه او اللي انت عارفه. خلاص ان شاء الله. الدكر ده شاب جميل ربنا يبارك له. في اخ من عندنا برضو عايز دكر، لان الدكر عنده مات، وكان عنده امهات ما واخدها مننا، شيء طبيعي يعني. بعد فتره الدكر مات واخد منه خلاص، فبنجيب له دكر. لازم الدكر يبقى بالحلاوه دي ويكون شغال. مواصفات الدكر الجيد ان هو برضو يبقى ظهره حلو، خصوبته كويسه، الخصيه، العضو. هكلمك في حاجه انا بسأل فيها دايما. يا شيخ سامر الصيف طلع، هنحصن ايه؟ يا ابني انا مالي ومال الصيف ومال يا ابني دي ثوابت اتكلمنا فيها 100,000 مرة علشان ننتهي من الموضوع ده. في حاجة اسمها في الدنيا فيروسي وبكتيري. في منهجين للفيروسي والبكتيري. في ناس ما بتحصنش خالص، ماشية كده على باب الله، ولا دعوة ولا فيروسي ولا بكتيري. وفي ناس بتحصن، وفي ناس بتحصن فيروسي بس. وهكلمك عن ال3 اوضاع، وهقول لك انا بشتغل ازاي علشان تبقى عارف وايه اللي جد علينا. دايما في الفيديوهات بتاعت زمان كنا نقول حصن فيروسي وبكتيري. طب افرض يا شيخ سامر انا راجل عندي سلكه 2 ومش عايز احصن بكتيري ولا فيروسي. يبقى فيه شروط ان هي انت لازم اساسي الحرق والتطهير باليود او فركن اسم 5 سم على لتر الميه. ده اساسي في الصيف، كل 5 ايام او كل اسبوع. حرق قلنا كذا حلقه على الحرق. واليود 5 سم على لتر الميه بترش. ليه؟ دي محاربه البكتيريا مع الدايزانون. ده جرب، ده موضوع تاني، احنا ما بنتكلمش في الجرب دلوقتي، وقتلنا الجرب بحثا واتكلمنا فيه زي ما احنا عايزين. طبعا انتوا عارفين الحمد لله ارانبنا على انا كتاجر. الله اكبر، ربنا يبارك، ربنا يبارك للي ياخد الارانب دي، الله يصلح حالكم. طيب يبقى هنا عندي، لو انت مهتم بالحرق والتطهير والدنيا ضيقه ما عندك، او مثلا عندك 10 امهات 20 مش مهم فيروسي ولا بكتيري، اهتم بالتطهير والحرق. طيب انت الان اشتغل على الفيروسي.
طب هو كل قد ايه عشان الصيف طلع؟ ملوش دعوه. الفيروسي يا اما كل 5 شهور 6 شهور. خليك في المصري خلاص. طب البكتيري، المفروض البكتيري كل شهرين ونص 3 ما كنتش بحصنه نهائي. ليه يا شيخ سامر؟ هو البكتيري مهم جدا يا جماعه، بس في خطوره. يعني ايه مش عايزين، يعني ايه في خطوره في البكتيريا اللي من دول، يعني ايه مش مظبوط، فنخلي بالنا. فانا مريح دماغي منه. طب اعوض بايه؟ قلت لك بالحرق والرش والتطهير. خلاص، يبقى انت لو عايز تروح فيروسي مفيش مشكله، بكتيري بلاش. انا بقول على اللي انا شغال بيه. طيب انت لازم تهتم لان في مشكله في الصيف. هل الارنب بيجي له برد في الصيف؟ ايوه يا حبيبي، الارنب بيجي له برد في الصيف بسبب ان انت قلنا فيديو الموسم اللي هو اتكلمنا فيه، لان خلايا التبريد مع الشفاط او انت بترش كتير او انت بتغطس كتير، ده بيعمل مشكله للارنب، ممكن يعمل له التهاب رئوي. علشان نتفادى دي، البكتيري خطورته في ايه؟ برضه ان انت ممكن الارنب يكون عنده التهاب رئوي وانت ما انتش عارف، فتدي له بكتيريا يموت على طول. والبكتيريا ما ينفعش اديه للامهات العشار. فانا بريح نفسي اهتم شويه. طب يا شيخ سامر انا دلوقتي عندي مشكله كبيره جدا، هي لو انا عندي خلايا تبريد او عندي ان انا بغطس كتير او برش كتير، لان زي ما قلنا في الصيف فهيجي للارنب التهاب رئوي. قلنا نعمل تأمين كويس جدا. هنعمل دايما موضوع المضاد الحيوي يا جماعة على حسب الأرنب والكمية قد ايه. فانت لو اديت مضاد حيوي مش بنسبة مظبوطة بيعمل مشكلة للأرنب، فهنهرب من المضاد الحيوي ونرفع مناعة الأرنب قبل ما يخش علينا. كل 5 أيام وأسبوع في يوم الحرق كده تقوم عامل لي جايب لي بصلتين 3 مع 3-4 فصوص توم، انت فاهمني ازاي، مع شويه جنزبيل. خلاص يا بطل. وهتعمل لي شويه ينسون. شويه اليانسون دولا انت اللي كانهم هم الميه. هتجيب شويه ينسون شويه كده على قدك، كوبايه، انت على حسب الحجم اللي عندك بقى، وليمونه بقشرها. وقلنا الكلام ده في علاج البرد وارتفاع الحراره. ارتفاع الحراره ستات الاطفال 2 سم تجريها في الفم 3 ايام الحراره هتنزل. خلاص. وقلنا في الفيديو ده، فاحنا علشان اتفادى واتفادى الالتهاب الرئوي وارفع من مناعه الارنب وادي له كفاءه، فانا مش عايز اخلع من المضاد الحيوي، فهشتغل مضاد حيوي طبيعي خلصانه بشياكه وبسهوله. ايه المشكله؟ ان انت مرتين في الاسبوع او مره هتجيب ليمونتين 3 خضر بقشرهم، وهتجيب 3-4 بصلات، وهتجيب 3-4 فصوص توم وحته جنزبيل تبشرها، وتقوم راكنهم في صينيه جميله، وتقوم غالي لي كوبايتين ينسون ولا كنكه ينسون يا حبيب قلبي، وتقوم مصفي اليانسون جيدا. مش عايز تصفيه مفيش مشكله، ما تصفيهوش يا سيدي. حط كل الكلام ده وعملته لك في الشتاء، في فيديو الشتاء. هتحط الكلام ده 3-4 بصلات تخرطهم، 3-4 فصوص وتخرطهم، الجنزبيل وتخرطه، والليمون تقطعه 4 فصوص ماشي، تقطعه بقشره، وترمي كل ده في الخلاط، وتقوم حاطط عليه كوبايتين اليانسون. عايزهم باليانسون من غير ما تصفيه ماشي، ما مش مشكله، لان انت هتصفيه في الاخر مفيش مشكله. وتقوم ضارب العسل ده كله، المشويات المضاد الحيوي مع فيتامين سي مع رافع مناعه مع مولد. بس الحاجات دي خلي بالك بلاش بالنهار، لان بترفع سعرات، لان في جنزبيل بيرفع السعرات. فاهم الفكره؟ دايما اشتغل في الصيف مع الارنب بالليل. فانت هتعمل الخلطه الجميله دي وتضربها قوي في الخلاط،
لما تتاكد ان هي بس يلا اتمزجت وتمام التمام، وتصفيها من حديد مصفى ناعمه جدا، وتصفيها تبقى ميه. هتعمل شويه على قد المجموعه اللي عندك، على قد شويه الارانب اللي عندك، وتقوم ماسك السرنجه ماليها وتقوم مدي للارنب في بقه على طول، على طول في بقه مرتين او مره. يبقى احنا بنتفادى البكتيريا لان في مشاكل يا ربنا يبارك لا ياخد الذكر ده. يبقى احنا بنتفادى البكتيري. طيب ما هو انا ما اجيش اقول لك اتفادى البكتيري واسيب لك الارنب كده في الهواء قاعد تغطسهولي وقعد خلايا تبريد وقعد التهاب رئوي ورش، وما الميه هتكتر في الصيف. فانا بتفادى الكلام ده بشغل طبيعي ما ياثرش على الارنب، ومش كتير علشان ما يعمليش انتفاخات للارنب، لان التوم ممكن يعمل لي انتفاخ لو كتر، ما انا مش هقدر ادي للارنب كل يوم. اليانسون مهدئ للارنب، بيهدي مهدي. فاهم الفكره؟ الليمون فيتامين سي، الليمون ده مفيش فيه كلام. طبيعي احنا قلنا الليمون هتحطه في الجردل او تعمل شويه برضه، فده هيساعدك. فهمت بقى الفكره يا حبيبي؟ ان انت لو انت عندك خلايا تبريد هيبقى عندك مشاكل برضه. ما هو طب يا شيخ سامر، ما هو في واحد سالني قال لي يا شيخ سامر طب ما هو ماشي، ما اللي انت قلته في فيديو الموسم ده اللي هو بتاع الصيف ما هيجيب لنا التهاب رئوي. ايوه ما هو احسن ما الارنب يموت، يعني ارنبه عشار دخل على الحر العلم والعين في بطنها وهي درجه حرارتها اصلا مثلا عندك درجه حراره 35 ولا 32 والدنيا والعه عندك، فانت بدل ما انت تسيب الارنبه تموت وعيالها جواها اصلا سخنين فبيسخنوها اصلا. بس يلا بقى، بس يا مفتري انت هتاكلها. بتاكل الورق؟ طب لقح يلا وريني نفسك كده. فبدل ما تموت فانا بتعوج للمناخ واتعوج له بالناحيه التانيه، بضرب وهلاقي. صح يا ريس؟ الكلام ده كويس ولا؟ ان شاء الله الذكر عسل، والواد ده برضه زي دمه زي العسل ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخدهم يعني. فهمت الفكره يا بطل؟ خلاص. فانت شغلة الارنب قلنا عايزه واحد مش بتربي فراخ وبط، عايزه واحد بيحب الارنب وذكي. خد المعلومه وجود، ومع التجربه هتفهم. انت مع التجربه ليس الخبر كالعيان. انت بقى مع اندماجك في الشغل واحده واحده، انا بدي لك المعلومه وانت ايه ظبطها. على فكره يا جماعه احنا الساعه 11 الصبح وشغالين، 11 الصبح الظهر، لا 12 الا ربع دلوقتي بالظبط. حقنا قوي يعني، فرقت في سنه. خلاص يا جماعه. انت بتضحك على ايه يا جدع انت؟ دفاس مش فاضي. زانق الارانب ورا. طيب خلاص يا جماعه، ان شاء الله الارانب دي متلقحه وتمام والحمد لله اشتغلنا. طيب تعالى بقى ما نحمل ده الذكر بتاع اسمه ايه اللي لوحده. خلاص. وهات لي النتايه اللي هي، هات لي ده اهي، هات لي ده وده الاثنين دول ممدوح. الاثنين دول دي مش مكتوب عليها ليه؟ طيب ما انت اكتب لي عليها بقى، هات الورق. دي الممدوح برضو، وده ذكر لوحده. هنقعد بقى نروح ونيجي ولا ايه؟ تعالوا اسمح الطايق الاول. يا عم خالد عود نفسك قدام الناس اهو، اما ابقى شغال خليك معايا بس مش هتكلم اكتر، الشغل مش هيخلص. لا مش هيخلص. اكتب لي على دي يا عم الحاج. يلا مفيش فايده فيه. يلا يا رجاله الله يكرمكم، ده هم بقى مش حكايه. انا بكتب بس. يلا يا حبيبي ربنا يهديك يا ابني. هكلا انت. ايوه انت فاقع لك طبق فول النهارده وشويه بصل مالهمش حل والله، وحته جبنه مش ما شاء الله عليها. ما شاء الله ما شاء الله. حته جبنه بقى من وراي. هات كده ماشي، ارفع فوق.
ده واحد خلاص كده عرفت ده ممدوح اهو يا عمرو. ممدوح وللي ذكر. ماشي يلا براحتك يا ابو مني. وده 3 نوت ذكر، حط انتيتين ماشي، وواحده في الطرف وهات ابو منيار. خلاص يا جماعه كده ان شاء الله. وعربيه العلف محمله بره، هي اغلبيه النقله النهارده علف ان شاء الله. اللي ناقص عنده ذكر واللي ناقص عنده انتيتين يعني الدنيا بتمشي. خلاص هنطلع بره بقى نحمل الحاجه. احنا لسه الظهر مداني لسه ساعه ونص على الظهر ولا حاجه. خلاص يا جماعه كده جزاكم الله كل خير، بحبكم جدا في الله. من لم اشكر الناس لا اشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.